العالم كله دخل مرحلة من الفوضى ما شافهاش قبل كده بعد نشر الفريق للتسجيلات السرية اللي بتكشف حقيقة نيكولاي كارباتيا. الناس بقوا في حالة من الحيرة والخوف، الشوارع شبه مهجورة، المحلات مقفولة، والمدن في صدمة، والمطارات مليانة بناس كتير بيدوروا على أحبائهم المفقودين. كل زاوية بتعكس صمت كتير، وكل وش مليان بالقلق والخوف. لكن السيطرة الإعلامية لنيكولاي بتزيد يوم عن يوم. وفي شقة صغيرة كان راي ستيل قاعد جنب بنته كلوي الصغيرة. رغم صغر سنها لكن بقت شايلة عبء كبير. بيك ويليامز كان في مكانه بيراقب تحركات نيكولاي من خلال شاشات الأمن، الاجتماعات السرية والتحليلات الإعلامية، وبيسجل كل التفاصيل الصغيرة. كانت مهمته الأصعب هي إنه يعرف كل خطة سرية ورصد أي تغيير في أسلوب نيكولاي للسيطرة على الناس. كل حركة صغيرة محسوبة، وكل كلمة من نيكولاي يمكن تكون مؤشر لخطر أكبر. قلبه كان بيدق بسرعة، وعقله مركز في كل حاجة وفي جمع المعلومات وتحليلها، ومدرك إن أي خطأ ممكن يكلفهم حياتهم كلهم. الفريق بدأ في رسم خطة محكمة للتحرك. الهدف الأول كان جمع أكبر عدد من المعلومات عن نيكولاي وخطته المستقبلية، والهدف الثاني نشر الحقيقة في السر بين المؤمنين، والهدف الثالث حماية الفريق من أي تهديد مباشر أو كشف محتمل. كلوي اقترحت خطة للتواصل مع المؤمنين في المدن عشان يدوهم شعور بالأمان، ويفكروهم إن في اللي يقف جنبهم، وإن الحقيقة هتظهر يعني هتظهر مهما طال الوقت. راي وافق على خطتها، وأكد إن هم المفروض مش هيسيبوا الناس ضايعين وسط الفوضى، لكن المفروض إن هم يكونوا أمل ليهم والأمل الوحيد. في الوقت نفسه نيكولاي كان بيكبر سيطرته الإعلامية، وبيظهر كقائد محنك وواثق، وبيوعد الناس بعالم أفضل بالسلام والوحدة العالمية. لكن الفريق كان عارف كل حاجة، وكان عارف إيه اللي ورا الابتسامة الباردة دي، وهي التحكم في الكل. وكل خطواته كانت مدروسة بدقة لإقناع الجماهير، وكل وعد كان فيه تهديد ضمني لأي معارض، وإن هو مش هيسيب حد يعارضه. بيك أخد المهمة بطريقة أكبر. كان المفروض يتسلل لمؤتمر عالمي بيحضره نيكولاي مع قادة الدول والصحفيين عشان يراقب خططه ويجمع معلومات مباشرة. وصل للمؤتمر وسط آلاف الأشخاص، وكان هدفه بيخطط لإنشاء حكومة عالمية موحدة وجيش قوي يسيطر بيه على المعارضين، وتحويل أي مقاومة إلى خطر كبير المفروض يتم القضاء عليه بسرعة. بعد المؤتمر بيك خد فرصة إن هو يدخل لاجتماع خاص جدا ويتسلل ليه، وهناك هو شاف تفاصيل خطيرة جدا. ونيكولاي بيناقش استراتيجيات السيطرة على المعارضة، وإزاي يفرض الطاعة الكاملة من جميع الدول والأفراد. وكل كلمة منه كانت مصحوبة بابتسامة باردة، وكل حركة محسوبة عشان يظهر إن هو قائد عالمي مثالي أمام الجمهور، وكانت بتعكس خطر شديد جدا على أي معارض. بعد جمع المعلومات دي بدأ بيك يحس بثقل المهمة على كتفه. المفروض إن هو ينقل التسجيلات بأمان للفريق، لكن الطريق مليان مخاطر. أي كشف هيؤدي إلى قتله أو تعرض الفريق كله للخطر. الفريق كله كان في حالة توتر شديد، وعارف إن أي خطوة خطأ يمكن تغير كل شيء. وكلوي كانت تشعر بالخوف على أبوها وعلى بيك، لكنها عارفة كويس إن المفروض عليهم يواصلوا مهما كان الخطر. وراي كان جاهز بالطيارة وبيراقب كل تحركات بيك عن كسب، ومستعد إن هو يتدخل في أي لحظة. كلوي جنبه بتحاول تخفف عنه بالكلمات وتقول له إحنا معاك، كل خطوة محسوبة. وراي بيقول لها وعينيه مليانة بالإصرار أيوة إحنا مع بعض ومفيش حاجة هتهزنا. وبعد بيك نجح في إن هو يجمع المعلومات الحساسة عن نيكولاي وخططه للسيطرة على العالم. الفريق بقى على علم بخطورة الوضع أكتر من أي وقت فات. كل لحظة تأخير كانت بتزود نفوذ نيكولاي، وبتتيح ليه فرصة أكبر إن هو يوسع سيطرته ويستغل خوف الناس. الكنيسة القديمة كانت الملاذ الوحيد للفريق، المكان اللي بيتقابلوا فيه لمراجعة الخطط ويحطوا الاستراتيجيات. كانت الجدران متشققة تعكس حالة العالم الخارجي. الضوء الخفيف بيدي إحساس بالغموض والتوتر، والجو كله مليان صمت وهدوء غريب. راي وكلوي وبيك بيقعدوا على الأرض بيراجعوا المعلومات المتسجلة. كلوي رغم خوفها لكن كان عندها وعي ونضوج وفهم حجم المسؤولية، وعارفة إن الفريق معتمد على كل خطوة إنها تكون محسوبة. كلوي بتقول لأبوها لازم نخطط لكل خطوة، أي خطأ ممكن يكون كارثة. راي بيقول مش بس نخطط، لازم نكون مستعدين لأي شيء أو أي خطوة إحنا مش عاملين حسابها. بيك بدأ يشرح ليهم تفاصيل الاجتماع السري، كل كلمة سمعها وكل خطة. التفاصيل كانت مرعبة. نيكولاي عايز ينشئ حكومة عالمية موحدة، جيش قوي، سيطرة على الإعلام، وزعماء عالميين تحت أمره. وأي معارض هيعارضه هيكون عرضة لخطر شديد، وأي محاولة
كشف الحقيقة ده ممكن يسبب في موتهم كلهم. الفريق حس بثقة للمهمة أكتر، وكلوي كانت حاسة بالخوف على أبوها، وراي كان بيعاني لما بيفتكر فقد زوجته وابنه، لكنه لقى دلوقتي هدف أكبر من نفسه. الإيمان والمسؤولية بقوا هما الدافع ليه علشان يتحرك، عشان يواجه الشر اللي بيهدد العالم. في الوقت ده نيكولاي كان لسه بيعمل اجتماعات مستمرة مع قادة عالميين ووسائل إعلام، وكان بيخطط في الخفاء عشان يخضع كل شخص للسيطرة الكاملة. كل خطاباته قدام الجمهور مليانة بالسحر الجماهيري، وهدفها إقناع الناس بقبول سيطرته من غير معارضة، لكن الحقيقة كانت صعبة جدا. الفريق قرر إن الخطوة اللي جاية المفروض تكون نشر التسجيلات والمعلومات الحقيقية للعالم بطريقة سرية وآمنة، وكانوا عارفين إن أي كشف عنهم هيكون كارثة، وبدأوا يرسلوا التسجيلات في شبكة صغيرة للمؤمنين. بعد كده الشبكة ابتدت تكبر تدريجيا. كلوي كانت بتزور المدن، تشجع الناس على الثبات وإن هم ما يخافوش، وتنقل لهم رسائل للفريق بحذر شديد. الفريق كان مضغوط، ولحد دلوقتي لسه الفريق مش بيواجه نيكولاي بس، لكن كمان الشكوك والخوف اللي جواهم. كلوي شعرت بالخوف على أبوها، وراي كان بيوازن بين الخوف وحاجة الفريق للتقدم، وبيك كان تحت ضغط هائل، كل خطوة ممكن تكلفه حياته. لكن وسط كل ده ظهر التماسك الحقيقي بينهم. قوتهم ما كانتش في المعلومات أو الأسلحة، لكن في الإيمان والصبر والدعم المتبادل. نيكولاي بدأ يحس بالتهديد، اكتشف إن في تسريبات، وبدأ حملة مراقبة شديدة على الكنيسة والفريق. الحراسة والكاميرات وكل الوسائل التقنية كانت تحت أمره، وأي خطوة دلوقتي مليانة خطر أكبر وممكن تكون النهاية. لكن الفريق مخاف. كلوي ما وقفتش عن تشجيع الناس، وراي واصل حماية بيك، وبيك فضل يحاول يسجل بحذر. وبعد أسابيع من التحركات المستمرة وصل الفريق لنقطة فاصلة، وهي نشر التسجيلات بشكل واسع، بشكل يكفي إن هو يكشف نيكولاي قدام العالم. بنشوف راي بيقول لكلوي اللي جاي أصعب، لكن إحنا مستعدين وكمان مش لوحدنا. وفعلا بيك كمل المهمة، وبدأت التسجيلات توصل لعدد كبير من المؤمنين، وفي منهم اللي بدأ يثق بالفريق وينقل الحقيقة كمان لناس تانية. وكانت المعركة مستمرة، وشعلة الأمل بدأت تولع تاني وسط الفوضى. في الوقت ده الكنيسة القديمة بقت مركز عمليات، المكان اللي بيتجمع فيه الفريق، وبيجمعوا كل قوتهم العقلية والروحية، ويراجعوا كل التفاصيل والخطة خطوة بخطوة. بنشوف عيونهم المليانة إصرار، وابتسامة بسيطة كانت بتدي قوة للكل. ونيكولاي بيحس بالغضب والإحباط في الوقت ده، وحاول يفرض السيطرة بشكل أقوى، والفريق كان مستعد لكل خطوة، وأي تحرك من ناحيته كان دايما مرصود عند الفريق. وكلوي كانت شايف تأثير رسالتهم على الناس، وتعرف ان التضحية قاموا بيها ما راحتش على الفاضي. راي حاسس بالرضا جواه رغم كل الخسائر، لانه عرف ان الفريق عرف انه يزرع شعلة الحقيقة وسط الظلام، وان الناس ما بقوش بامكانهم ان هم يخضعوا بشكل كامل لنفوذ نيكولاي. بيك حس بتقل المسؤولية بيتحول لشعور بالقوة، لانه ادرك ان كل خطوة قام بيها كانت جزء من تغيير حقيقي في عقول وقلوب الناس في العالم كله. مع تصاعد التأثير ده بدأ العالم يدرك ان نيكولاي مش منقذ زي ما صور نفسه خالص، لكنه تهديد حقيقي للسلام والحرية كمان. والجماهير بدأت تفهم الحقيقة، وظهرت احتجاجات سلمية، وبدأت بعض الحكومات في مقاومة سيطرته. والفريق واقف في الكنيسة القديمة بيبصوا على النتائج اللي حققوها. هم فقدوا بروس، لكن كلماته الأخيرة كانت محفورة في أذهانهم: ثابتين والشر كبير لكن مش أقوى من الإيمان والحق. كلوي بتبتسم، وراي حاسس إن الطريق لسه طويل، لكنه مؤمن إنهم بدأوا يغيروا فعلا في العالم. الفيلم بيخلص برسالة قوية، والقوة الحقيقية مش في السيطرة لكن في الإيمان والصبر والتضامن في مواجهة الشر والظلم. مهما كان الخطر كبير، لكن حتى لو كان النور صغير لكنه هيفضل نور، وفي وقت من الأوقات هينور في العالم كله، والحقيقة هتظهر في النهاية. والفريق أدرك إن المعركة لسه ما خلصتش، وإنهم محتاجين لتصميم أكتر، ونجاحهم في نشر الحقيقة ده اداهم أمل في المستقبل. وكلوي بتكون بتمثل الجيل الجديد اللي هيكمل المسيرة، وراي العزم والتضحيات، وبيك القوة العقلية واليقظة. ومع ظهور الحقيقة تدريجيا لسه نيكولاي ما اتهزمش بالكامل، والخطر لسه قائم، والفريق عارف ان في تحديات جديدة، وان المعركة ضد السيطرة والظلم لسه ما خلصتش. والمشهد متساب في حالة تشويق. ازاي هيستمر الفريق في حماية الإنسانية وكشف اي مخططات جديدة؟ وفي الاخر هدفنا ان احنا نوصل كل فيلم ليه رسالة حقيقية عن الإيمان والأمل والصبر والوحدة. حلمنا ان المبادئ دي تكون فينا، ونحقق حلم كبير
كبير إن يكون السينما ليها هدف ومعنى. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وخليك قريب.